اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ بما اننا في موسم المشمش، هنعمل مع بعض احلى مربى مشمش. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وبدون اي افتكاسات خالص، واحسن بكتير من مربى الشركات واوفر وانضف. يلا بقى بينا نشوف هنعمل المربى القمر بتاعتنا دي ازاي. انا معايا كيلو من المشمش. اهم حاجه اللي انتي لما تيجي تشتري المشمش تكون تجيبيه يعني ايه، ولا طري قوي ولا جامد قوي، يكون كويس. طبعا انا غسلاه كويس قوي، وهبدا بقى ايه اشيل منه النوايا بالشكل ده. طبعا لو القشره كده فيها حته غامقه بالشكل ده، طبعا ايه هنشيلها. هضيف على كيلو المشمش حوالي 3 كوبايات من السكر. طبعا ايه هنزود السكر شويه